السلام عليكم حبايبي، تعالوا كده نعمل مع بعض أكلة خفيفة ظريفة وفي نفس الوقت مفيدة ومش مكلفة. يعني بالصدر فرخة وشوية فلفل وبصل هتعملي أحلى وجبة ممكن تاكليها. جبت صدر فرخة وبدأت قطعته صوابع زي ما انتوا شايفين كده، شبيهة لصوابع البطاطس. يعني مش عايزاها رفيعة، عايزاها سميكة شوية. نزلت عليها بالتوابل: ملح، فلفل اسود، معلقة صويا صوص. لو مش موجود الصويا صوص ممكن تستغني عنها. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من البابريكا وكمان توابل فراخ، وهقلب كل التوابل دي كده مع بعض علشان اخلط التوابل الجميلة دي بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هنزل بعصرة من الليمون ومعلقة كبيرة من الخل وقلبيهم كويس جدا. وبعد كده بقى تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. ممكن تركنيها لمدة نص ساعة عشان تشرب التتبيلة الجميلة دي وبعدين تبدأي فيها. معايا الخضار اللي هشتغل بيه: فلفل الوان وجزر وبصل. لو انت ما عندكيش فلفل الوان ممكن تكتفي فلفل اخضر بس يكون نفس الكمية. خلاص، جبت طاسة حطيت فيها المادة الدهنية اللي عندك زيت، عندك سمنة، اللي انت حابة حطيه. هنزل بالفراخ كده لما الاقي الزيت سخن معايا، ومش هقلب الفراخ دي الا لما احس ان هي بدأت تاخد لون من تحت. علشان ايه؟ علشان ما تنزلش السوائل اللي هي جواها زي ما انتوا شايفين. وحتى لو نزلت ما تنزلش الكمية الكبيرة. زي ما انتوا شايفين شربت السوائل ولونها هتغير خالص. نزلت بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم وبدأت اقلبها. الله على الريحة، ريحتها حلوة قوي، جميلة تحفة، مش عايزة اقول لكم ريحة شكلها ايه. بعد كده بقى بدأت انزل بالخضار تدريجي. اول حاجة نزلت بالبصل اللي انا مقطعاه زي ما انتوا شايفين، قلبته تقليبة، ريحته الجميلة بدأت تطلع. بدأت انزل بباقي التوابل. نزلت زي ما انتوا شايفين بالجزر عشان الجزر بياخد وقت شوية في السوى. وبعد كده نزلت بالفلفل الالوان وخلطتهم كلهم مع بعض. طبعا ما بغيبش ما بين كل نوع والتاني، على طول بنزل باللي بعديه. مجرد ان انا بخلطه كده بنزل بالنوع اللي بعديه. خلاص، نزلت بالخضار كله بقى كده وبقلبه تقليبة وبسيبه بقى وبغطيه علشان الخضار ده كله ينزل ميته ويستوي معايا. انا مش هزود اي سوائل. خلاص، انا هكتفي بالسوائل بتاعه البصل والخضار. زي ما انتوا شايفين الخضار دبل شويه معايا، والفراخ طبعا ما بتاخدش وقت في السوى. هجيب اي نوع مكرونه انا حباه. انا هنا حطيت مكرونه سباكيتي سلقتها ونزلت على طول بيها على الفراخ والخضار الجميل ده، وعليهم معلقتين كبار من الكاتشب. قلبي بقى يا ست البنات وقدميها في طبق وكلي واستطعمي احلى مكرونه بالفراخ والخضار. تحفه تحفه تحفه. اولا ما خدتش مننا حاجه وطلعت طعمها لذيذ جدا. حبايبي جربوا الطريقه السهله البسيطه دي، هتعجبكم جدا. وبصدر فرخه هتعملي احلى وجبه وبألف هنا.